السلام عليكم متتبعي الاعزاء. جيت اليوم وجبت لكم قصه جديده ديال الاخت لمياء اللي من نهار تزوجات ما عمرها عرفت الراحه. هاد القصه ديال الاخت لمياء ممكن اي وحده مقبله على الزواج انها تعيش نفس التجربه. كنتمنى انكم تصنتوا القصه الاخير وتاخذوا العبره، وكذلك كندعو المتتبعين ديالي الاوفياء انهم يبخلوش على صاحبه القصه بالنصائح وبالارشادات، وكندعوكم انكم ما تبخلوش عليا حتى انا بشي لايك وبكومونتير، وكندعو الناس اللي باقي ما اشتركتش في القناه انها تشترك. ونبداو القصه ديال اليوم. الاسم ديالي لمياء، وفي عمري 35 سنه. كنت خدامه في واحد الوزين، وتماك فين تعرفت على الراجل ديالي عمر. صراحه اول مره شفت هاد عمر داليا قلبي وداليا عقلي، وكل مره كنت كنحط راسي في المخده كنت كنتخيلو زعما حلالي والده معاه وليدات. كنت غير كنتخايل وكنتمنى، ولكن ما عمرني صراحه ظنيت بان ربي غيحقق لي هاد الامنيه، حيت كنت حاقره راسي بزاف. وهاد الحقره جبتها غير من الوسط العائلي ديالي، اللي كانوا دائما كيجيبوا لي خطاب معطوبين. هل لي مثلا مبلي، هل لي مثلا مرتو يعني توفات وخلات ليه الولاد وخلات ليه المشاكل وبغاني يسكنني مع مو، داك الحريره ديك الدوامه راكم عارفينها ديال العجوزه وديال اللويسات، وباغي يعيشني في داك الوسط الى اخره. وكانت الام ديالي وخالتي مثلا كيقول لي خصك توافقي، انت راه عندك 35 سنه، العار غير تزوجي، زعما خصك توافقي باللي كان. وانا من هذا المنبر كنقول للبنات، واخا ما عرفت ديري حتى 45 عام، ما عمرك انك توافقي بشي واحد تزوجي به الا ما كنتيش مقتنعه به 100%. لان الزواج راه ماشي لعب. الا كنتي غتزوجي وما غترتاحيش نفسانيا بالنقص من داك الزواج. واش كتقلبوا على الهم والمشاكل؟ نتوما اللي كتقلبوا على المشاكل والصداعات بيديكم. يعني كتشوف مثلا البنت مثلا درت كما قلت لكم بحالي انا، بحال لوكا ديالي انا كنت صنت الوالديه، كون راني مزوجه بشي شمكار وقاس كيعطيني في البونيه وكيعطيني في العصا وما خصنيش نتكلم. علاش؟ لانني برت بالنسبه ليهم، انا وحده بايره، خصني نقبل باللي كان، وخصني عرض الله غير نتزوج ويكون شارف يكون عنده 70 عام. المهم غير يقولوا لاميا راه تزوجات، من بعد ما كانوا كيقولوا لاميا مسكينه ما جابش ليها الله، غادي نسكتهم ديك لاميا تزوجات. وديك الخبايا ديال لاميا تزوجات انا بوحدي اللي غادي نعيش دوك المشاكل، وانا بوحدي اللي غنعيش دوك التوترات. ما عليناش. انا في اخر المطاف تزوجت بهاد السيد اللي سميتو عمر. مهم الغرض ديالي ان البنات ما يحقروش ريوسهم، تطلبي وتمناي وربي اكيد غيحقق لك الامنيات ديالك الا كنتي بنت الناس ومرضيه. ما عليناش. علاقتي بهاد عمر دامت فقط مده 3 اشهر. من نهار جا صارحني حتى هو بالمشاعر ديالو، لانني وقت ما شفتو كنت كنرتبك، وكانوا الحنيكات ديالي كيتزنقوا. ماشي كنت زعما شي وحده خيبوعه، وانما كنت ديما حاضره الراس وحشوميه، وكنت كنشوف فيه غير بنص عين وكنرتبك. المهم السيد عاق بيا بلا راني كنبغيه، وحتى هو كان يعني راجل محترم. نهار حس بداك الاحساس، يعني حس بلا راني كنبغيه وكيعجبني الى اخره، جا واحد المره وتكلم معايا وطلب مني النمره ديال الهاتف باش نبقاو على تواصل. وانا بطبيعه الحال يعني بالفرحات عليا عطيتو نمرتي وتكلمنا وقلت لي شوف ولد الناس، انا راه في عمري 35 سنه وكنقلب على المعقول وبغيت شي ولد الناس اللي نولد معاه وليداتي، وداك الخروج والدروج ما عندي شي معاه الى اخره. المهم حطيت معاه النقاط على الحروف، وحتى هو قال لي حتى انا راني صراحه ارتحيت لك بزاف وتا انا راني كنقلب غير على المعقول، ولا ان شاء الله زعما تفاهمنا نتزوجوا الى اخره. المهم هكا بدات علاقتنا. جا خطبني من عند والديا، كنت فرحانه وما قداني فرحه. وبزاف ديال الناس اللي هما للاسف اقرب المقربين، يعني خالاتي وبنات خالاتي الى اخره، وما حملونيش لان السيد عرفوه مثلا السيد قاري وفي واحد المنصب اللي هو كبير، يعني كان هو مسؤول على دوك الالات اللي عندنا في داك الوزين، كيجي كيدير لهم المراقبه والسيد كما تنقولوا انيق ومحترم، وغادي يسكنني في داري بوحدي، عنده طوموبيلتو، يعني السيد كامل الاوصاف، غني كامل مكمول. مهم ما حملونيش اخوتي وما قبلونيش. كتشوف عينيهم كما كنقول لك اعين الصقر، كتعرفوها، كنقول لكم دائما في القصص ديالي، كيقلبوا في عينيهم وكيشوفوا فيا شوفات غير من التحت، وغير كيتنفخوا وما نعرف كاع شنو، بحال ما عرفت شنو درت. ما عليناش. وكيف ما كنقول اخوتي الفرحه ما كملاتش. بقات العرس ديالي تقريبا واحد اش نقول لكم شي 15 يوم بحال هكاك. المهم حنا اصلا فتره ما بين التعارف الخطبه والزواج وداكشي 3 شهور. سبحان الله ديك الامور تيسرات. بقى تقريبا العرس ديالي 15 يوم. اخوتي هو يعطيني واحد القنبوله. كنت كنتكلم مع هاد عمر، هو من داك النوع ديال الرجال اللي ما شاء الله عنده غير نيشان. يعني كيبغي مثلا ملي كنت كنتكلم معاه في ديك فتره الخطوبه، انا اشنو بغيت في المراه، بغيت هادي
منعني من انني نمشي نشتغل. قال لي غتجلسي في الدار، انا كنقلب على امراه ربة بيت. وحتى انا بيني وبينكم ديك الخدمه ما كنتش كندخل منها شي صالير اللي هو كبير، وكنت غير كنتكرفاس. هو قال لي جلسي في دارك وانا غادي نقوم بك، يعني من حيث الماكله واللباس وداكشي كلشي على حسابي. جلسي لي غير في الدار وجدي لي الماكله ديالي. بغيت المهم انا مرا تكون ديال الدار، ووافقت. يعني تخليت على الخدمه ديالي. يعني من النهار الاول حط معايا النقط على الحروف، قال لي اشنو بغى وعطاني الشروط ديالو، وقلت لي حتى انا اشنو بغيت وعطيتو الشروط ديالي وتفاهمنا عليهم ولله الحمد. المهم كي قلت لكم اخوتي، حتى بقى تقريبا واحد المده قصيره على الزواج ديالي، يعني العرس ديالي. هو يطلق لي واحد القنبله، يعني حتى تاكد بلا صافي راه الامور كلها غادا مزيان وحلالي وغنتزوج به الى اخره. وهو فتحني في واحد الموضوع، قال لي شوفي انا راه عندي داك العضو ديالي راه عندي كبير، عندي راه كبير وقال لي زعما انا من داك النوع ديال الرجال اللي شهواني وانا راه شحال من عام وانا كنتسنى نتلاقى مع شي بنت الناس، والحمد لله لقيتك انت غتكوني حلالي. انا ها كيفاش داير وها كيفاش داير، وزعما راني بزاف كنبغي بزاف العلاقه الى اخره. وهذا المهم السيد كيدوي معايا بكل طلاقه، وقال لي واش غادي تصبري لهذا الشيء، خاصه ديك المساله ديال العضو. قال لي واش غادي تصبري لهذا الشيء. جاوبت واحد الجواب، قلت ليه يكون خير. ما عرفت الصراحه، ما عرفتش اخوتي باش تبليت. وهو كيدوي معايا على اساس انني شايفه الاشكال والالوان وشايفه اللي صار، ما عارفه حتى شي حاجه. يعني داكشي ديك العلاقه كنكتشفوها بعد الزواج. واخوتي انا بقيت مصدومه، ما عرفت شي باش نجاوبه. جاوبت واحد الجواب بايخ اللي هو يكون خير، لانني ما عنديش تجربه في هذا الشيء، واول مره غادي نتزوج. بطبيعه الحال انا ما عارفاش انا الاشكال والالوان والانواع باش نقول ليه، باش نقدر واش داكشي نورمال ولا ماشي نورمال. قلت ليه يكون خير. وجاوبت واحد الجواب اللي هو سطحي، اللي ممكن اي وحده فينا تجاوبه، اللي هو انا ان شاء الله غادي ندير ما في جهدي باش تكون فرحان في داك الجانب وتكون سعيد معايا ونكون لك الزوجه المثاليه. وعطيت هذا الشفاوي اخوتي، هادشي اللي قدرني عليه سيدي ربي. كي كملت مع اخوتي الحوار، لحت عليا جلابته ومشيت كنتجارى عند واحد صاحبتي مزوجه. مشيت كنتجارى اخوتي عندها، دخلت لقيت راجلها مكسل في الصاله وحل فمو السقف. دخلت عندها للبيت، قلت لها عتقيني. قالت لي ياك لاباس. قلت لها صاحبتي راه عمر خلى حتى بقى لزواجنا مده قصيره وهو يطلق لي واحد القنبله، قالت كيخربق عليا. تخربق ما فهمت فيه حتى شي حاجه. قالت لي غير قولي اشنو كاين. قلت لها راه قال لي انا عندي العضو كبير، وقال لي انا زوج شهواني وكتعجبني ديك العلاقه بزاف بغيتك زعما تكوني بحالي حتى انت كتبغي ديك العلاقه بزاف. قلت لها صاحبتي انا ما فهمت انا والو في هذا الشيء. وجاوبته قلت لها يكون خير وما فهمتش. قلت لها ما فهمتش شنو بغى يوصل ليا. اخوتي طلق واحد الضحكه حتى الجيران سمعوها، كضحك. قالت لي شوفي، قلت لي ما ديري في بالك زعما حتى شي حاجه. قلت لي شوفي طلي شفتي راجلي راه هو فين مكسل، هذاك اللي مكسل ديك الجي وحل فمو السقف وكيشخر وطرق الماتش في التلفازه هو نيبالا. قلت لي هذاك النهار كنت غنتزوج به راه عطاني الشفاوي غندير لك وغنفعل لك وغنترك لك وما غنخلي فين نديك وما نخلي فين نجيبك، وغادي يولي ليلك هو نهارك. وديك الهضره اللي كيقولوها كاع الازواج في بدايه الزواج. قلت لي الحمقى راه هذاك غير بيبين راسو زعما كما تنقولوا كابابل، فهمتوا. قلت لي خليه مسكين الزوج ديالك يعبر، غير خليه. قالت لي راه هذاك الشيء هضره خاويه. دابا واحد شهرين ماكسيموم 6 شهور. قالت لي وغادي تلقيه طيح كما تنقولوا، كتلقيه زعما صافي عيا وغترجعوا لك الحياه الطبيعيه. داكشي راه ما تيدومش بزاف، خليه يقول اللي بغا وخلي السيد يعبر ما تقمعيش. قلت لها زعما صاحبتي واش غير نكون هانيه؟ قالت لي كوني هانيه. قالت لي الوقت ما فكرتي في هذه المساله وضراتك في راسك، راه الصوره ديال راجلي تقول لك اشنو كاين. راه هذاك حتى هو قال لي بحال هاد الهضره اللي قال لك الزوج ديالك. قلت له ديك المساله ديال العضو كبير وهذا، قالت لي ديك الهضره غير هضره خاويه، ما كايناش هاد المساله هذه. وزيدون حنا يعني يعني العضو الانثوي ديالنا راه كيكون راه تبارك الله كيخرج منه كاع راس ديال الدري صغير فهمتوا. يعني قالت لي ما تهزيش شي الهم وما تفكري شي في هذا الجانب وما تكونيش حساسه تاني بزاف اكثر من اللزوم. المهم اخوتي انا امي كنت كنحشم منها، ما نقدرش نجي نقول لها هذا الشيء. كنكون مطلوقه اكثر على الصديقه ديالي، وكانت هي بوحدي اللي عندي وهي مزوجه. قلت مع راسي راه غادي تنفعني. وانا قلت لكم من داك النوع الحشومي هاد المواضيع الحساسه يعني في المجتمع ديالنا ما يمكنش تحكيها بواحد الطلاقه، وما يمكنش تحكيها مع اللي كان. خص شي واحد اللي تكوني كترتاحي ليه بزاف والعريض تخرجي جمله مفيده ويفهمك اشنو بغيتي توصلي ليه. لان قلت لكم هاد المواضيع هادو ما تنعرفوش نتكلموا فيهم بسلاسه. ما عليناش. المهم حطيت لصاحبتي داكشي اللي كاين، ارتاحت ليها وطمناتني. قالت لي سيري صاحبتي كوني هانيه، راه هادشي غير هضره خاويه كاع الرجال كيقولوا هكاك. رجعت ثاني كنتكلم مع الزوج ديالي
في ديك المده اللي قلت لكم قصيره بزاف وما بقى والو العرس. عاوتاني جبد لي نفس الموضوع، قال لي واش فكرتي مزيان في الهضره اللي قلت لك، وراه انا راه عندي هذاك المشكل ديال العضو ديالي وكنتمنى تكوني فكرتي مزيان وكذا وكذا وكذا. قلت له ودي راه فكرت، قلت لي بالنسبه لي هذيك المساله راه عاديه. غبار عاوتاني السيد واحد النهار ولا ما عرفت يومين ويقول لي واحد الطلب اللي صراحه انا طيح لي العجب، وما عمرني نهائيا تخيلت ان عمر شي نهار غيتجرأ ويقول لي هذه المساله. ولكن انا من بعد اخوتي عذرته ان راه القضيه راه غاف عنده، راه الموضوع كان فعلا حساس، وكان موضوع اللي كان خصني نتصرف معاه بعقلانيه اكثر ونبحث فيه اكثر. مهم ما عليناش. واحد النهار كنت كنتكلم معاه ثاني في الواتساب ويقول لي اشنو بالي كلامي تجي عندي هاد العشيه للدار. الله اكبر. قلت ليه علاش؟ قال لي شوفي انا داك الموضوع اللي كنت دويت معاك عليه وهذا راه صراحه شاغل ليا بالي وخايف بزاف لما تحمليش الوضعيه وخايف بزاف انه يوقعوا مشاكل بيناتنا. قال لي شوفي انا راه داك الموضوع راه مستريسيني بزاف وما بغيتش نظلمك معايا وصراحه ما كرهتش انك تجي عندي للدار ونتفاهموا ونتناقشوا في هذه المساله. قلت له شوف ولد الناس، قلت له النقاش وداك التخربيق غادي يكون بعد الزواج. قلت له انا ما مالفه كنمشي للديور عند رجال، ما مالفه كنمشي كنتناقش في هذه المواضيع عند شي حد في دارهم. قلت له واخا خطيبي راك ماشي راجلي، قلت له ما جاياش لعندك. وصراحه طلع لي الدم بداك الطلب ديالو، ومن بعد داك يعتذر قال لي غير سمحي لي راني توترت وانا صراحه ما عرفتش كيفاش نتصرف وخفت لا نظلمك معايا وخفتك. وكيبان لي السيد مكبر الموضوع بزاف لواحد الدرجه ما تخيلوهاش. ما ظنيتش صراحه بلا راه الموضوع حساس حتى لديك الدرجه. راه كان الزوج ديالي مسكين كيعاني قبل ما يتزوج بيا. ما عليناش. لبست اخوتي عاوتاني جلابتي ومشيت كنتجار عاوتاني عند ديك الهاتره ديال صاحبتي. جلست معها عاوتاني وكنحكي ليها. قلت لها راه عمر بان ليا راه ماشي نورمال. قلت لها هاد الاونه الاخيره كيجبد لي غير داك الموضوع الحساس بزاف وكيقول لي انا راه عندي داك المشكل في العضو ديالي وتيقول لي انا راه ها كيفاش داير وها كيفاش داير. قلت له راه اخر مره راه طلب مني انني نمشي عنده للدار، وعمر صراحه ماشي من هاد النوع اللي كيطلب ان شي وحده تجلس معاه زعما في الراس الى اخره. وتقول لي الهبيله راه غير بغى تيستيك، راه كيما كتفهميش الرجال اشنو تحت راسهم. قلت لها كيفاش؟ قالت لي راه كنبغي يشوف واش غتقبلي انك تمشي لعندو ومسخوط الوالدين كون مشيتي عندو غيقول هذه مرفه كتمشي للديور. قالت لي هذاك راه غير امتحان تيديروه الرجال وراه كنجحتي فيه مبروك عليك. المهم السيده كتفهمني بلا راه اي حاجه دارها عمر باش انه يوصل لي داك الميساج ويوصل لي المشكل اللي عنده ونجلس في طاوله الحوار معاه ونتناقش معاه في داك الموضوع وناخذه بجديه. هادشي اللي بغيت البنات يديروا، ما تاخذوش هادشي باستهزاء كيف ما درت انا وتبقاو كتسولوا صحاباتكم اللي ما عارفين حتى شي حاجه وتبقاو كتسولوا البراني. لا جلسي لا مع راجلك اللي بتزوجي به مستقبلا ونتكلموا في هادشي. والنصيحه اللي غنقدم لك سيري انت وياه عند الطبيب. انت ما تشوفي كاع شنو عنده قبل الزواج، ما تشوفيش لان داكشي حرام، ما تشوفيش. سيري انت وياه عند الطبيب والطبيب غادي يفحص الزوج ديالك وغادي زعما الزوج المستقبلي وغيقول لك شنو كاين. ها المشكل اللي عند هذا السيد ها شنو كاين داكشي طبيا وعلميا. ومن بعد غادي تستنتجي وغتحطي النقاط على الحروف. انا ما درتش هذا الشيء، بقيت كناخذ الامور السيد كيشرق وكيبغي يوصل لي الميساج في الشرق انا كنفهم وكنستنتج في الغرب. المهم ديك صاحبتي بينات لي بلا راه غير واحد الامتحان كان بيديروا لي الزوج ديالي باش نمشي لعندو وزعما نجحت فيه لانني ما وافقتش الى اخره. صافي تاني نسيت الموضوع، نسينا الهضره. صافي جاء اليوم الموعود، تزوجنا اخوتي. كنت صراحه عندي واحد التخوف كبير وبقات ديك الهضره ديال عمر غير كدور ليا في راسي والهضره ديال صاحبتي كنت باينه نارين كيف ما تنقولوا. كنت كنتمنى ان الامور تكون فعلا كيف ما شرحتها ليا صاحبتي بلا داكشي عادي وكاع الازواج كيديروا هكا قبل الزواج باش يبينوا راسهم بلا راه كابابل وداك الموضوع ديال العوض وداك الشيء غير هضره خاويه الى اخره. وكان ممكن زعما كنقول مع راسي ممكن انني نتاقلم وكنقول وتما كيخرج منه كاع زعما بيبي زعما دريت حنا كنولدو من ديك البلاصه. يعني مساله كنقول مع راسي عاديه. بقيت هكا بيني وبين راسي كنحلل وكنناقش. ما عليناش. جات ليله الدخله اخوتي، ومن الزهر اللي عندي قبل العرس ديالي تقريبا بواحد النهار ولا ما عرفت يومين بحال اي بنت مشيت بغيت نجيب شهاده العذريه. واخا عمر قال لي بلا ما ديريها بلا ما تصايبيها وداكشي انا كنثيق فيك وسميتو، ولكن الوقت والزمان هذا سير اختي ديري شهاده العذريه وحطيها تحت منك، حتى اختي غير في ماريوك تحت حوايجك وبقيت شوي فيها مره ما تعرفيش الوقت شنو تجيب، خاصه مع هاد القصص اللي ولا كنسمعوا دابا في المجتمع ديالنا. مشيت درتها ويتصدمني الطبيبه قالت لي راه عندك النوع. قلت لها سما شنو من نوع البكاره عندي؟ قالت لي عندك بكاره مطاطيه. الله اكبر، يعني كملات القضيه.
هذاك المصيبه عنده داك الشيء ما عرف كاع كيفاش داير، وانا بكره مطاطيه، يعني تلاقينا بجوج مشيت فيها. جاتني اخوتي السخفه عندها تماك وبديت كنقفقف، ما عرفت شي باش تبليت. قلت لها دابا هاد البكره مطاطيه، قلت لها شنو هما العيوب ديالها؟ قالت لي راه كتكون ديك ليله الدخله عند هاد النوع ديال البنات كتكون شويه صعيبه، ولكن ما تستريسيش، اهم حاجه زعما ترخاي وما تفكريش بزاف والامور غدوز بسلاسه جدا. ايوا صافي، مشيت رجعت في حالي للدار وبقيت غير كنخمم وهزه الهام. عيطتني ديك صاحبتي هذيك المزغوبه كندوي معاها، قلت لها راه ودي مشيت عند الطبيبه وراه انا عندي بكره مطاطيه. قالت لي صاحبتي بحال المطاطيه بحال العاديه، غير الصحه والسلامه. هذيك صاحبتي كل شيء هي دايره غير بالضحك، واي مشكل سبحان الله عندها ليه الحل. قالت لي راه بحال بحال وما تخافيش وداك الشيء راه غادي يدوز عادي، وتا كاع على جاب الله ما وقعتش الواقعه غتمشي عند الطبيبه غادي تبداك وهو يكمل. المهم هادشي البنات حنا عارفينه، ورجال اللي مزوجين والعيالات اللي مزوجين عارفين هاد المساله، ما عليناش. جات ليله الدخله، ما نكذبش عليكم اخوتي، تمحنت ومرضت وتعصبت، وما نكذبش عليكم الزوج ديالي كان معايا كيف ما تنقولوا، كان كيعاملني معامله مزيانه وحاول يكالميني وهذا، ولكن انا والو، كنت مستريسيه وغير كنقفقف وسناني غير كيترعدوا بحال تقول اخوتي داخله لشي حرب. تقريبا مده شهر ما درنا حتى شي حاجه، انا باقي بنت وباقي بالبكره ديالي. مده شهر السيد بدا شويه كيتعصب وكيتنيرفا، قال لي زدتي فيه وهذا الشيء راه ماشي زعما صعيب حتى لهاد الدرجه. وعاد جاتني الفرصه انني نكتشف يعني الجسم ديال الزوج ديالي، وفعلا القضيه عنده مهوره بزاف. اش غنقول لكم، شفتو بعدا غير ديك ليله الدخله النهار الاول فاش شفت المسائل، ما نكذبش عليكم جاتني الدوخه، طاح لي الطونسيون غير مشوفه، باقي هادشي كاع ما درت الباسيلتي، باقي ما درت في الطاجين ما يتحرك، باقي كاع ما قلنا بسم الله. طاح لي الطونسيون ودخت، وحالتي ما هي حاله، ما حيلتي ليه هو المشكل اللي عنده، ما حيلتي المشكل اللي عندي انا. ولكن ما نكذبش عليكم، كي قلت لكم ندمت علاش ما خديتش الامور بجديه من الاول. داز تقريبا ديك مده شهر السيد بدا كيتعصب، قلت ليه راني ما قاداش، قلت ليه ورا، وما نكذبش لكم فين ما قاسني كنت كنمرض وجاتني صعيبه وقاسحه القضيه. في اخر المطاف اتفقنا اننا نمشيو عند الطبيبه، فعلا مشيت لعند الطبيبه، درت العمليه باش حيدت غشاء البكره، والسيد بحال ما عجبوش الحال. كتعرفوا اي راجل كيبغي انه تكون زعما البادره منه هو، ما كيحمل شيء الطبيبه ولا الطبيب هو اللي يبدا الغشاء، داك الغشاء يحيدو. كتعرفوا العادات التقاليد ديالنا داكشي مقدس واحد الدرجه ما تخيلوهاش. الا ما دشنش هو، الا ماشي هو اللي دار العمليه، كيمرض حياته كامله وكيبقى ديما هز عليك، انا ما درتش وانا ما فعلتش، غير الطبيبه اللي دارت الى اخره. ما لقيت ليه جد اخوتي، مشيت لعند الطبيبه ودرت لي العمليه، يعني بعد محاولات كثيره في ديك شهر تقريبا، راه بشكل يومي وحنا كنحاولوا والو. صافي، عند راسي اخوتي ملي درت ديك العمليه ديال غشاء البكره وحيدتها، الامور غادي تتحسن وغادي نديروا علاقه زعما كامله وغنولد وليداتي. 35 سنه انا كنتسنى الولادات بفارغ الصبر، ولكن لا، ما قدرتش اخوتي. فعلا القضيه عنده صعيبه بزاف، وداكشي ما اش غنقول لكم، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم. مشيت من بعد هادشي كان عليا نديرو قبل الزواج، مشيت كنبحث في الموضوع ديال العضو التناسلي ديال الرجل كيفاش خصو يكون وشحال، المهم طولا وعرضا وداكشي شحال، شنو هو النورمال. لقيت اخوتي هو عنده الدوبل داكشي، يعني ما عندوش داكشي طبيعي. القضيه عنده معصده بزاف، وما نكذبش عليكم انا قلت ليه قبل الزواج غادي نصبر عليك، ولكن ما قدرتش لان داكشي فعلا راه ما فيهش اللعب. وكنقول للناس ردوا، يعني كنقول للبنات ردوا البال من هذه المساله. الا الزوج ديالك صارحك خدي الامور بجديه وناقشي معاه المشكل وفتحيه في الموضوع. انا خوتي راه انا معذوره، انا راه ما فايتش فيا الزواج، تتزوج عاد بديت كنكتشف هذا الشيء. راني ما عمرني مشيت مع شي واحد ولا درت شي حاجه خايبه، انا كنت من عائله محافظه داخله سوق راسي حشوميه، اول مره نكتشف هذا الجانب. المهم كنت بعض المرات اش غنقول لكم، كنت كنصبر وكنخليه مثلا يدير معايا شي حاجه، ولكن ما نكذبش لكم كنت كنحس براسي بحال غير كنتغتصب بالعربيه تعربت. ما كنحس بوالو معاه، ما كنحس والو معاه، كنحس غير بالالام وبالمرض وما حاملاش، كندير داكشي فوق جهدي وفوق طاقتي. وبطبيعه الحال الراجل راه ماشي هو حمار، راه كيحس بالزوجه ديالو، لا كان عاجبها الحال ولا ما كانش عاجبها الحال، كان حتى هو ما تيحملش انه يدير معايا علاقه وانا ما باغاش، فهمتوا. ولكن بعض المرات كنت كندير راسي زعما راني باغا وكنمثل عليه، ولكن هو راه عايق بيا كيف ما تنقولوا. علاقتنا تدهورات، انا وهداك السيد مفاهمين في كل شيء، الا في هذاك الجانب اخوتي ما مفاهمين شيء فيه. القضيه كانت معقده ومعصده عندي. نجمعنا النوضه ومشينا عند واحد الطبيبه،
ايوا وشرحنا لها القضيه كيفاش. المره الاولى مشيت لعندها غير بوحدي، ما نكذبش عليكم، ديك الطبيبه قصت اخوتي كنبكي عندها في داك المكتب ديالها، قصت كنبكي ما قدرت نتكلم باقي مع، ما نقدرش نتكلم مع الام ديالي في هذا الشيء. ديك صاحبتي وتقول باقي واش باقي نفتحها في شي موضوع ولا نجبد معاها شي هضره، هي اللي خرجت عليا بالاساس. قصه كتقول لي داك الشيء عادي وكاع الرجال بحال هكاك وكيبغيو يبينوا ريوسهم كابابل، داك الشيء ما منه والو، لانني فعلا ما كيحس بالهم غير اللي طايح فيه. مشيت عند ديك الطبيبه اخوتي وخنونتي نازله ودموعي نازلين وتنبكي عليها، ان كنشوف راسي ظالمه الزوج ديالي بزاف، لان تقريبا ورا ديك العمليه ديال غشاء البكره اللي اصلا حرمته من ديك المساله، وضميري كان كيأنبني بزاف، انه كان متلهف ليها كان متشوق لانه هو اللي كما تنقولوا هو اللي ياخذ البادره الى اخره، وحرمته من ديك القضيه. يعني ظلمته المره الاولى ملي درت العمليه باش نحيد غشاء البكره، وظلمته المره الثانيه ملي ما كنخليه شي ياخذ الحق ديالو الشرعي. ما نكذبش عليكم، كنت كل نهار كنبكي والزمان في ثانيا. ما عليناش، ورا داك غشاء البكره فاش حيدناها تقريبا شي 8 شهور حتى ل 9 شهور، وحنا في المحاولات وانا والو باقي ما مرتاحاش في ديك العلاقه نهائيا. في اخر المطاف قررنا اننا نمشيو عند الطبيبه. المره الاولى كي قلت لكم مشيت لعندها بوحدي وقلت كنبكي عليها تماك، وقلت لها زعما باش تعاوني وشنو ممكن ندير، بقات كدير لي، قالت لي زعما خرجت لي شي تحاليل نديرهم، دارت لي التلفازه باش تشوف لي الجهاز ديالي. ما لقاتش عندي، حيت بعض المرات حتى العيالات ملي يكون عندهم تكيس، كيكون مثلا عندهم الكيس تما في ديك البلاصه في المبيض ولا شي مشكل هكا، حتى هو كيدير الالم، ما كيخليش ديك العلاقه تكون تدوز بشكل طبيعي. انا ما عندي حتى شي مشكل عضوي نهائيا، ما عندي لا كيست لا حتى شي حاجه. قالت لي انت المشكله ديالك انك، قالت لي عندك داك التشنج المهبلي هذا. صراحه ما عرفتش واش العيالات عارفين هذه المساله ولا لا. عندك تشنج مهبلي، وعندك قالت لي الاعصاب فين ما الزوج ديالك كيبغي يقرب ليك ولا شي حاجه ما كتكوني شي مرتاحه. وفعلا يعني بحال تقولوا النهار الاول ديال داك الغشاء ملي ما بغاش يتحيد وحاولنا معاه شحال من مره، بحال تقولوا تعقدت من ديك العلاقه عامه، تعقدت منها وزدت الطين بله ملي مشيت درت العمليه وما خليتش الزوج ديالي اللي ياخذ البادره. قالت لي عندك تشنج وعندك الاعصاب دائما مزيره، والعلاقه راه كتبي الواحد يكون مرتاح نفسانيا ووفر الجو الهادئ والمكالمي وهذا. ورا فاش مشينا من عند الطبيب اخوتي حاولنا شحال مره والو. ما عرفتش هاد المصيبه اللي عندي شنو هي، ما عرفتش صراحه. الطبيبه مشيت عندها شي 2 مرات ولا 3 مره، مشيت 2 مرات مشيت عندها بوحدي ومره مع الزوج ديالي. حتى حل الاخر عطاتو لينا هو دوك المزلقات الحميميه اللي لوبريفيون، راه عارفينهم الناس اللي مزوجين، حتى هما استعملناهم. لاحظت شويه ديال الفرق، ما نكذبش عليكم كان شويه ديال الفرق، ولكن المشكله الكبيره باقي كاينه. يعني باقي الالام باقي ما عرفتش واش انا مرا طبيعيه ولا ماشي طبيعيه. ما بغيتش نظلم الزوج ديالي معايا. انا ما كذبش عليكم، انا كنبغي عمر، كنبغيه وكنموت على راجلي وعزيز عليا بزاف ويعني العذاب ديالو من العذاب ديالي. يعني فاش قلت لكم كنحط راسي في المخده ما كنعش، كيكون هو ناعس مسكين، وكنبقى غير كنشوف فيه وتنبكي، كنقول مع راسي مسكين هذا الزوج ديالي ما يستاهلش هذا الشيء اللي درت ليه. عاد زياده على داك المشكل العضو ديالو، فتحت مع الطبيبه يعني هذه المساله، قلت لها واش ممكن يكون المشكل من العضو ديالو هذا. قالت لي العضو ديالو ماشي مشكل. قلت لها واخا ما عرفت قداش يكون. قالت لي راه المهبل كيتميز بديك الخاصيه ديال التوسع الى اخره، وبدات كتشرح ليا وقلت لكم راس ديال بنادم كيخرج من تما. يعني قالت لي ما تفكري بحال هكا بايجابيه. قالت لي وحاولي ترخاي وتكاي وما تبقيش تعصبي مع الزوج ديالك وخلي الامور تدوز بسلاسه. ايوا اخوتي باقي اليومين هذا ما بيني وبين السلاسه غير الخير والاحسان، باقي غير في العذاب وفي المرض. وما عرفتش الى متى الزوج ديالي غادي يصبر عليا. انا كنحس بلا زواجي غادي وكيتدمر، غادي وكنرجع للور. كنتمنى منكم ديروني فحال اختكم وتنصحوني وتقولوا لي شنو غادي ندير. انا راجلي كنبغيه وكنموت عليه، وهو حياتي وهو اغلى حاجه كنملك. وصراحه ونعم الرجل، ما عمره نهائيا كيتقلق وسي نورمال انه يتقلق ويتعصب مني ويغضب عليا وداك الشيء، ولكن كيدير مسكين ما في جهدو باش نكون مرتاحه. ولكن تانيب الضمير باقي عايش معايا اليومين هذا. كنتمنى من الناس اولا العيالات اللي كيعيشوا نفس المعاناه ديالي، حيت انا عارفه كاينين بزاف ديال العيالات كيعيشوا هذا الشيء في صمت وما كيقدروش يبوحوا به، لان بحال هاد المواضيع اللي كتكون حساسه في المجتمع ديالنا ما كنقدروش نتكلموا فيها بزاف وبطلاقه. كنتمنى تقولوا لي الا كانت شي مرا بحالي تقول لي اشنو دارت،
تنصحني ودرني فحال اختها. واش حيت بعض المرات كيقول لي واحد الراسي ربي تستريك مسحور هذا ولا ديري لنا شي مصيبه كحله، انا خوتي حتى داك الجانب ديال السحور وديال الثقاف هذاك الشيء تا هو بيني وبينه غير الخير والاحسان، ما كنفهم فيه والو. ونكذبش عليكم بعض المرات الشيطان كيلعب ليا في راسي تيقول لك ما خالاتك ياك ما بنات خالاتك داروا لك شي حاجه، حيت هادشي اللي كنعيش وانا ماشي نورمال. من نهار اخوتي تزوجت، من نهار تزوجت ما عمرني عرفت الراحه، واليوم من هذا وانا حكيت لكم قصتي وكنتمنى تقول لي شنو غادي ندير.